الكبدة الاسكندراني في البيت هنعملها بكل نظافة وبكل سهولة. طبعا مفيش أحلى من حاجة البيت ولا أنضف، وهنعملها بكل سهولة وبسرعة جدا. طعم تحفة. عندي فلفل أخضر وتوم بس بكمية كبيرة، وممكن فلفل حامي، لأن طبعا أساس الكبدة الاسكندراني إن هي بتكون الفلفل فيها حامي وبتكون حراقة. هحط الفلفل والتوم في الكبة وهفرمهم بالشكل ده. هنا بقى الكبدة أنا مقطعاها بالطول بالشكل ده، وهحط عليها نص كمية الخلطة اللي احنا عملناها، والنص التاني هركنه على جنب، هنستخدمه دلوقتي في استخدام تاني. أنا هنا بوريكم تقطيعة الكبدة، أنا مقطعاها بالطول بالشكل ده. هحط الملح والكمون ورشة بسيطة من بهارات اللحمة ورشة بابريكا أو شطة. هقلب كويس جدا مع بعض، وهركن الكبدة في التتبيلة شوية بس تتبل حاجة بسيطة. بس كل ما اتقعدت في التتبيلة كل ما بقى طعمها أحلى. عندي بقى هنا حبة زيت على النار، هحط فيها نص كمية الخلطة اللي احنا عملناها، وهبدأ أضيف الكبدة بس حبة حبة. مش هضيف الكبدة مرة واحدة علشان ما نزلش درجة حرارة الطاسة أو درجة حرارة المقلاية، لو نزلت هتخلي الكبدة تجيب ميتها، وده حاجة من الحاجات اللي بتزفر الكبدة. فأنا هنزل جزء جزء واستنى بالشكل كده. تمام بالظبط بالشكل ده. مش هقلب بقى الكبدة ولا هاجي جنبها غير لما تبدأ تغير لونها وتبدأ تاخد لون. في الوقت ده أبدأ إن أنا أقلبها، مقلبهاش خالص ولا اجي جنبها طول ما هي لسه ما خدتش لون ولا غيرت لونها، لان ده برضو هيخليها تنزل العصارة بتاعتها وتنزل ميتها، وده هيصفر معايا الكبدة. اهم حاجة تكون درجة المقلاية عالية، وتكون الكبدة تاخد صدمة، وبعد كده اشوحها. كل ده بيخلي الكبدة جوسي معايا وطعمها حلو جدا وما فيهاش ولا نسبة زفارة. اقلب واشوح فيها بقى لحد ما تبقى معايا بالشكل ده. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. طعمها وريحتها حاجة تحفة. عملنا الكبدة الاسكندراني في البيت وبكل سهولة وبكل نظافة. عيش بقى وادهنه بالطحينة. الطحينة طبعا بتتعمل برضو في البيت، بتبقى سهلة وحلوة جدا. واحط عليها الكبدة اللي احنا عملناها بمنتهى النظافة ومنتهى السهولة، وكمان بمنتهى التوفير، لان طبعا كل حاجة من بره بقت غالية جدا. فان انت تعمليها في البيت انت الكسبانة. شكلها وريحتها يا سلام، مفيش احلى من كده. احط لها بقى عصرة ليمونة كده بسيطة، وبقت سندوتشات الكبدة الاسكندراني جاهزة معايا. غدوة حلوة جدا وسريعة جدا جدا.